السلام عليكم. من مدة طويلة ما حطيت معكم شي عمل يدوي نظرًا لما يحدث في العالم. أنا كنصاوب نعدل بزاف د الحاجات في الدار ديالي، ولكن الخاطر باش نصورهم ما عنديش. على داك الشي اليوم قررت أنني نصور لكم شي حاجة ولو بسيطة من بين الأشياء اللي كنصاوب. الخطر تبدل، الناس كاملة لاحظت هادشي وما بقاش عندهم الخطر باش يصوروا ولا يحطوا شي حاجة في القناة ديالهم. هادشي اللي كيوقع في العالم شي حاجة اللي صعيبة وصعيبة بزاف، ولكن ما عندنا جهد من غير الدعاء، ويا ربي يفرج علينا ولعلها ساعة استجابة إن شاء الله يا ربي. العمل اليوم اللي باش نشارك معكم هو هذا البلاطو هذا فيه هاد ال الخويكو ديال الشميعات جمع بين الجبس والشمع. كنت صاوبت معكم بزاف ديال الأشياء في القناة ديالي ديال الشموع، ووريتكم منين كنشري المولديس ديال السيليكون والقوالب وكيفاش كنصاوب هادشي ديال الجبس. أول حاجة باش نصاوبها معكم هي البلاطو وديك القجيار اللي صاوبت وهذا والمبخرة. تقدروا تعملوها بمبخرة وتقدروا تعملوها بالشمع. هادو كاملين هاد القوالب شريتهم من شيئين وكاينين حتى في علي اكسبريس ما بغيتو. بالنسبة إذا كنتم باغيين تعدلوا كمشروع ولا كهواية قوالب الجبس، ضروري ما تعملوا المصلب، لأن أنا جربت نملا مصلب كيتهرسوا لي وكيتفتتوا، وخصوصا مع هاد البرد ما كيبغيوش يبسوا القوالب. على داك الشي كنعمل الكولا بلانكا دائمًا في القوالب ديالي باش كيبسوا دغيا، وملي كيبسوا قاصحين. كتروا من الكولا بلانكا ملي تكونوا كتخلطوا خلطوها بعدا في الماء هي الأولى، ومن بعد ضيفوا لها الجبس ماشي أي حاجة أخرى. الجبس موجود كيتباع بالكيلو في الدروغاريات، وكيتباع القجورة في المتاجر الكبرى التجارية الكبرى، وكيتباع حنايا عندنا حتى عند التينوس فين ما مشيتي كتجبروا 3€ 50 كيلو. في المغرب صراحة الله جبرتو رخيص بزاف الجوج الكيلو. هنا اللي عندنا غالي، ولكن واخا القجر كيخرج لك بزاف، كيلو كيخرج لك بزاف ديال القوالب. هاد العمل هذا أنا كيعجبني بزاف، ممتع جدًا وكتجبر فيه راحتك وأنتِ كتعدلو. كتجبر فيه راسك. ملي كيخرجوا لك القوالب ديالك مزيونين والألوان والأشكال كيخرجوا مزيونين كيعجبك الحال. وواحد الحاجة اللي هي واحد الهواية اللي كتعجبني أنا صراحة الله، واخا ما نبيعش واخا ما هادي نقدر نعطيهم هدية مع دابا من راس العام ما تجي كنعدل لي باكو كنقدمهم هديات. المهم أنا كنستمتع وأنا كنصاوب هاد الأشياء هادي، وشي حاجة اللي هي زوينة بزاف كل واحد والهواية ديالو. هنا من بعد ما حركت داك الجبس والكولا بلانكا، استعملت هاد الخلاط اليدوي ديال هذا خاص عندي هاد الجبس ديال اللي كنخلطوا به الكيكات وداك الشيء. به حركت باش ما يبقاليش هذيك الكويرات وما كيبقاش فيه من بعد ملي كتكبّوا في القالب ديالك ما كيبقاوش ديك الفقاعات د الهواء، كيجيو بحال التقيبات وهُما واخا هكدا كيجيو مزيونين بعض المرات، ولكن من الأحسن ما يجيوش. على داك الشيء كنخلطهم مزيان بالخلاط اليدوي اللي كنخلطوا به الكيك. هنا عندي هاد القالب السيليكون الكبير، هادو فيهم الأشكال كاين الكبير وكاين صغير. أنا هاد البلاطو حمّقني عدّلت جوج، سبق لي عدّلت جوج، عملتهم في غرفة النوم ديالي، عاملة فوق منهم البرفانات جاو مزيونين بزاف، واحد في البيض واحد في الكري. تماشى لي مع غرفة النوم وجا مزيون صراحة الله. إذا بغيتو تقدّموا الباك هكدا هدية لشي عروس ولا لشي واحد ماشيين عنده الدار ديالو مزيونة، تعملوا فيها شميعات، تعملوا فيها هنا عندي هاد الملونات اللي كيجيو غابرة بولبو اللي كتحتاجو في الريسينة وفي الشماع كنعملوهم، وكنعملوهم حتى كنحتاجهم دابا في الجبس. هذا جا فيه واحد البريو، واحد الشعلة مزيونة بزاف ملي كاين عندي فيهم نفس اللون الأبيض، ولكن كل واحد كيفاش كطيش الشعلة ديالو، واحد من الموف واحد من الزرق واحد من الغوص، كل واحد وكيفاش الشعلة ديالو كتعطيه. دهنت به القالب ديالي باش ملي يبّس كيطلع ديك البريو فيها مزيون بزاف، واحد الضوء كيجي. وهنا ضفت بعض النقاط ديال اللون الأسود. أنا كنستعمل هذاك اللي كنستعملو في الطلا في التبييض وداك الشيء، الليلو اللي عملت لأنه متواجد عندي، وتقدروا تعملوا أي لون اللي عندكم متوفر. هذاك كيعطي واحد اللون مزيون قوي. عملت بعض القطرات وحاولت ما أمكن ما نخلطهمش. كبيتهم مباشرة بحال اللي كتشوفوا معايا نتوما، تشوفوا النتيجة ديالو كيفاش يطلع هاد القالب كي حمّاق جا اللون ديالو وجا ديك التدريج فيه. ومن بعد باش نكب بالأبيض هنايا ملي ماشي تخرج النتيجة غتشوفوا كيفاش ماشي طلع غزال بزاف. هاد البلاطو صاوبته لبنتي
غرفة النوم ديالها، لأن بغات بلاطو فيه الشماعات والقجيرات وداك الشيء باش تعمل لهم ديكور، تعمل فيهم الأشياء ديالها، وطلبت مني هي هاد اللون هذا الأسود والأبيض والكري. قالت لي ما تعمليش شي لوانات آخرين، حتى الشموع عدلتهم هكداك وطلع روعة. نتوما تشوفوا النتيجة ديالو. أهم حاجة أنكم تضربوه مزيان في داك المولدي من الجوانب وكلشي، باش ما داك الهواء كيتفرغ منه وما كيجيوش ديك الفقاعات بحال اللي قلت لكم. صافي من بعد ما كبيتوه هنايا خليه حتى ينشف مزيان، حاولوا ما تحريوهش مرة حتى ينشف. وبما أنه دابا فحال اللي كنقول لكم فصل الشتاء والحاجة ما كتبغيش هاد الجبس ما كيبغيش يبرد. صراحة الشمع دغيا كيبرد، ولكن الجبس لأ. ملي يكون عندكم السخان مشعول، الفران مشعول، طيبتوا شي حاجة دخلوا القوالب ديالكم من الفران كيبسوا دغيا. أنا جربتهم ودغيا يبسوا لي، ولكن الفران مطفي غير في ديك السخانة دغيا يبسوا. أما إذا خليتوهم على برا أصلا برودة، خصوصا إذا كانت الدار باردة يعني ماشي سخونة، ما كيبغيوش يبسوا وغا تعمل لهم الكولا بلانكا واخا كلشي. هنا باش نصاوب هاد القجيرات هادو بحال اللي كتشوفوا معايا، حتى هُما باش نحتاجهم كاملين باش نعملهم لها في البلاطو ديالها. بلاطو كيجي رائع جدًا، أشياء بسيطة تقدروا تصاوبوا نتوما كيطيح رخيص، وما عليك اللي يكون عندك كولا بلانكا والجبس وهاد القوالب ديال السيليكون فقط. قوالب كاين واحد العالم كبير ديالهم، يعني إذا فتشتوا غتجبروا بزاف، لا من البلاطوس ولا من القجورة ولا من كلشي. كاين عدة قوالب اللي تقدروا تعدلوا بهم بزاف د الحاجات. وبحال اللي قلت لكم هاد العمل جد ممتع، شي حاجة اللي هي كتسترخي، كتنسى العالم وانتينا كتصاوب الأشياء ديالك بكل حب وبكل فخر. وملي كتقدموهم هدية كذلك كتقدموهم هدية وانتينا مفتخرة بشي حاجة اللي انتينا صاوبتيها. بحال اللي شفتوا معايا أنا كنحاول ندرّج لها الألوان، يعني ماشي كلشي عملتو لها في الكري وفي هادي، عملتها في الأسود، المهم باش يخرج لها ديك البلاطو مختلفة. نتوما تشوفوا النتيجة روعة صراحة الله. خليتهم حتى يبسوا مزيان، مزيان، وتأكدت بلي هُما يبسوا، خصوصًا بعد القوالب بحال دابا هاد الغلوق هادو ملي كتجي تفتحهم ولا كتجي تزولهم، إذا ما كانوش يابسين كيتهرسوا لك في يدك. أنا مجربة. هذا هو البلاطو ديالنا من بعد ما نشف. نتوما تشوفوا معايا زدت له واحد شوية د الأسود مطهر هكدا، بقى لي ودهنته مطهر باش يزيد يتصلب. وهانتوما هتشوفوا النتيجة من لبس مزيان. وغنقلبوا شوفوا كيفاش طلع البلاطو غزال وديك بريوجة فيه، لأن ملي دهنته في القالب طلع في البلاطو هذا. البلاطو تقدروا تعملوا له من اللور، بحال اللي عملت من بلاطوس آخرين. عندي ديك الكومات اللي كيلصقوهم من الظهر، كيكونوا في القاع ديال الكراسة وداك الشيء. لصقتهم لهم باش ملي كتنزلوا هكذا في شي موطع ما كيبقاش يتكربش ولا شي حاجة. وصافي وكتحط فيه الأشياء اللي بغيتي، الشميعات، تقدر تعمل فيه بارفانات. أنا عندي 2 في غرفة النوم فيهم بارفانات. هنايا الخويقو كامل من بعد ما وجد عدّت له 3 د الشميعات بحال اللي كتشوفوا معايا، جاو مزيونين بزاف المنظر ديالهم. وعدلت لها هاد القجير هادو اللي اختارت هي، اللي عنده الغلق ديالو جا عاوتاني ذكره على المنظر ديالو. وعدلت لها هاد إما مبخرة إما تقدروا تعملوا فيها الشماعة، كتجي مزيونة بزاف. القالب ديالها موجود في Shein. إذا بغيتو نعطيكم الكودات ديال القوالب كاملين نعطيهم لكم، وتقدروا تدخلوا تقلبوا عليهم. راه كاين واحد العالم كبير د قوالب السيليكون في Shein. كنتمنى يكونوا عجبوكم الأفكار ديالي تعاونوني بالبارطاج والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وباش نقدم لكم الجديد إن شاء الله ونتحمس ونشجع ونخرج من هذه المرحلة ديال الخمول اللي وصلت لها والكسل في القناة ديالي إن شاء الله يا ربي. مع بعضياتنا نوصلوا ونبارطاجي معكم الجديد دائما إن شاء الله. كنتمنى يكون عجبكم هذا البلاطو وهاد الأفكار والألوان كذلك، وعطيوني الرأي ديالكم في التعليقات.